السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيف باسم ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة رعب عن القرين، وطبعا هنحكي عن الأفلام اللي حصلت للقرين والناس اللي ظهر لهم الشبح ده. فيلا دي كانت المقدمة. انزل دلوقتي حط لايك واشتراك. فيلا نبدأ الفيديو. طبعا القرين ده هو نسخة لشخصيتك وبيبقى شبهك بالظبط، فده بيبقى شبح ليك. وساعات لما انت بتنام وبتحلم بتصحى من النوم بتلاقي الحلم ده مش فاكره خالص ولا فاكر غير جزء منه صغير. فدلوقتي هنحكي عن قصة حصلت مع واحد القرين. طبعا القرين ده حصل افلام كتير قوي حصلت له، فيلا عشان هنحكي قصة الشاب اللي حصل له شبح القرين. قصة الشاب ده شاب بيحب يتطلع على الانترنت وبيحب يتزوق وبيبص في المراية كتير. ففي مرة كان قاعد بيتصفح في الانترنت، شاف ان في واحد كاتب على الانترنت: لو عايز تشوف قرينك بص في المراية وركز جامد، بس لازم تتعلم الطقوس بتاعة القرين. فهو قال هخسر ايه؟ فراح عند الدجال عشان يتعلم الطقوس، وقال له حط شمعتين في الحمام واقفل الباب على نفسك وبص في المراية. وهنا حصلت له الكارثة. شاف واحد واقف ورا ظهره وشبهه بالظبط، فعلى طول أدنوا الحمام وطفى الشمعتين. بس كان نهاية الفيديو معانا. لو عايز أي فكرة أعملها الفيديو جاي انزل دلوقتي اكتب في الكومنتات وأنا هستمر في القناة دي. بس لازم حط لايك واشتراك وفعل الجرس. والسلام.